العسكري. كيف كان نقاشه معك؟ يا معتصم، بالله شو قاعد اخلي اليوم بعد العمره الموقف عند الحلاقه؟ انا والهندي ايوه. صلوا على رسول الله. كملت عن ثامر صرت احلق لي عند الهندي، شطذني ابصر له الدم، هو مدعمم ولا كانه فعل شيء. دم بينزل. الدم بينزل صلعه حلقت. يا ابن الناس دمي ذا ولا تحركوا. 5 عمال في المحل بيحشوا علي بالهندي ما فهمتهمش. 9-1-1 الدوريه علي بالحلال ما هو في ظل 5 دقائق وصلوا. هنا ما شاء الله النظام قطه المسمى. وصلوا اشبه ذا. قلت لهم يا اخي الموضوع 1 2 3. هذا الهندي شططني بين احس انه متعمد لا لان انا تصايحت انا وقبلها. قالوا بشر بعزك مالك ما يرضيك. اتصلوا للكفيل حقهم او صاحب المحل ما ادري، المهم انه من اخواننا السعوديين. قال بشر بعزك خلاص اعفي. قلت له تمام بعفي بس على كيف. الرجال حسام متقصده هم بورد الهندي نادع بورده يا ولد. بعد ما جاء حتى كفيله بورد ولا كانه فيش. قال بشر بالعوض. قلت له انا ما بعز دمي بالفلوس يا رجال. قلت له طلعوها الدوري. هو لو ما طلع الدوري حس ان الدنيا حزقت. الهندي حسيت انه زعل ومشيش اقطع رزقه بيني وبينه، وان كان يا اخي متعمدها الله يسامحه. انا جيت اعتمر. العسكري. كيف كان نقاشه معك؟ قلت له ايش نحكم عليه؟ قال الذي انت ونعم به ما قصر. هم ما رغمكش على انك تعفى ولا شيء؟ قال الذي تبشر به موجود. المهم وصل الهندي قلت له عفيتك يا اخي لوجه الله، هو فوق الدوريه. وثم للوجيه الطيبه ابو بيض الله وجه السعوديه. بينت للهنود شيء واحد، انه اليمني ما يبيع دمه عشان شويه قروش. ايوه انا داير انه بيتم التعويض وذا، بس يا اخي ما بقدرش الفلوس عشان شخص شاقي سنه ويجي يجيبها لي. غلطه بدنا غلطه. وهذا خبري وعلمي وسلامتك. الخلاصه لا عاد تحلقش عندي.